حسام عبد المجيد احد اهم اسباب السوء الاداء اللي احنا شفناه امبارح. كرة سهله جدا، يعني حتى بادئ يعني قبل الهدف بيطلع كرة سهله بدون ضغط يا جماعه، بيحط نفسه بمشكله ومشكله كبيره جدا، وضربه جزاء ساذجه يا جماعه. ما ينفعش الكلام ده يحصل. انت في المباراه النهائيه الخطا مرفوض، ما يبقى الخطا غصب عنك، لما يبقى بقى الخطا بايدك انت تبقى كارثه. حسام عبد المجيد عمل كوارث امبارح، كوارث لا تحصى ولا تعد، من اسوأ مبارياته. ودي مشكله نادي الزمالك واللعيبه دي تحس سبحان الله. يعني اول حاجه جوميز مش محضر، فين تحضير المباراه، فين التشكيل، فين الطريقه. يعني امبارح الزمالك بيلعب ناقص 4-5 لعيبه. الزمالك يعني امبارح ستر ربنا الجول بتاع الجزيري. يعني انت لو بصيت بس ستر ربنا عشان جماهير نادي الزمالك، ربنا كرمك بالعرضيه الوحيده اللي حلوه من زيزو والجزيره حطها وراحت. لكن لو شفت يعني لو اتكلمنا امبارح عن نادي الزمالك يا جماعه، يمكن نهضة البركان لعب عليك ضغط عالي من البدايه، وانت استسهلت مش عارف تطلع الكوره بسذاجه جدا. حتى يعني التمريرات فتوح زفت، اداؤه كان سيء جدا امبارح لو بصينا لنادي الزمالك يا جماعه. وطبعا عايز اقول على حسام عبد المجيد عمل مصايب لولا ستر ربنا. وطبعا لازم نتكلم، شفنا الهدف الاولاني ضربه جزاء ساذجه، والهدف الثاني والعرضيه اللي مرفوعه 3 ايام في الهواء فوق، ولاعيبه الزمالك مش قادره تطلع حتى ما ملعوبه تحت رده فعل عواد. متعودين على رده فعل احسن من كده وتدخل. والهدف الثاني والمباراه كانت ممكن تروح للثالث والرابع. يمكن نهضة البركان بدا يسترخي شويه بعد الهدفين، لكن انا بقول من اسوأ مباريات نادي الزمالك. والهدف اللي انت عملته يمكن الشوط الثاني انت بدات ترجع، الشوط الثاني بدات تروح، بدات يبقى في نقل، بس برضه مفيش، بعشوائيه، مفيش جمل، مفيش يا جماعه لعيب 1 على 1. زيزو امبارح يعني مفيش كوره له 1 على 1 وعدى، مفيش حاجه شاط فيه. كور جات له سهله امبارح، زيزو بيركنها بطريقه غبيه جدا. يعني دي يا زيزو الكوره اللي جات لك اللي لعبها لك سيف الدين الجزيري، المفروض دي تصلح على اليمين وصاروخ بقى وتخلص الجيم 2-2 غير 2-1. مباراه العوده انا بقول مش صعبه، لكن انت وعايز اقول على حاجه، ده اول فريق بيلعب كوره قدام الزمالك. البطوله كلها مفيش فرقه حلوه اللي الزمالك لعبها، هي دي الفرقه الوحيده اللي طبعا نقدر نقول اللي بدات تلعب كوره. هي دي الفرقه الوحيده اللي بتلعب كوره بتنقل، فرقه فاهمه. يعني عايزين نبقى متفقين، لكن هي دي يعني اسهل بطوله لنادي الزمالك. مش هيشوف بطوله كده تاني بالسهوله دي. مفيش فرقه لعبت نادي الزمالك بتلعب كوره. وسيبكم من الاختبارات اللي هو دريمز والكلام اللي انتوا لعبتوه ده كله، الزمالك ما قابلش فرقه، يمكن هي دي الفرقه الوحيده المنظمه. عايزين نشوف كمان يا جماعه، لازم نتكلم على يعني لدرجه انت حمياري حارس مرمى نهضة البركان، انت يمكن اول 35 دقيقه ما شفتهوش. انت يمكن الشوط الاول ما رحتش لحمياري حارس مرمى الترجي نهائي غير بالكره بس واحده اللي هي اتشاطت وطلعت من فوق العارضه. لكن ككوره انت ما رحتش. وعايزين نتفق كمان يا جماعه، انت امبارح يعني عايزين نتفق ان في واحد غسل فتوح امبارح، غسلوه، لازم نقول اسمه يا جماعه. عمل جيم عالي جدا جدا جدا. استنى يا جماعه، لان فتوح لازم يتعدل، لانه تحس انه مسطول. فتوح مسطول امبارح، مش قادر يلعب كوره، مش قادر يقف. ده في لعيب يا جماعه اسمه ايه يا جماعه؟ اللعيب الوحيد اللي كان بيلعبك، اللعيب الوحيد اللي كان بيلعب نادي الزمالك امبارح اسمه ايه يا جماعه؟ اللعيب يا الله، يوسف الفحلي كان فحل امبارح. يوسف الفحلي كان فحل على لعيبه نادي الزمالك. يوسف الفحلي الوحيد اللي كان بيلعب في نهضة البركان يا جماعه، وكان بيلعب على فتوح وغسل فتوح. وفتوح خلي بالكم بيستهبل، بيلعب لك بالكعب واسترخاء وبساط وده لازم يقول لي اوعوا تقارنوا فتوح بعلي معلول. علي معلول عم فتوح، وعمه وسيده وتاج راسه. اوعى تقارن ده بده. حتى في الماتشات النهائيه يا جماعه ما تلاقيش علي معلول بيأمر وبيغلط الغلطات دي. بتلاقي في روح، بتلاقي في قتال، بتلاقي في حاجه، بتلاقي في شغل، في جري، في المساحات، في شغل، في حاجات كتير. فبلاش نقارن ده بده. لكن مباراه امبارح فتوح اتغسل. فحلي اثبت امبارح يا جماعه انه كان فحل على فتوح، عمل كل حاجه في فتوح. لكن الشوط الثاني بدانا نشوف نادي الزمالك بيروح ضيع. بدانا في اكتر من فرصه امبارح يا جماعه. لا احمد حمدي مش موجود. احمد حمدي بيعمل امبارح مفيش. سامسونج اجنولا موجود؟ لا مش موجود. توظيفه غلط. انت بتلعب بنفس تشكيل دريمز غير نهضة البركان. دي نوعيه ودي نوعيه. دريمز فرقه ما بتلعبش كوره، وفرقه اضعف ما يمكن من الكوره، ما بتلعبش كوره. فريق نهضة البركان فرقه منظمه، فرقه بتوصل للنهائي على طول يا جماعه. ففرقه بتلعب كوره حلوه غير الدريمز. امبارح شفنا مين؟ زيزو سيء جدا. الجزيري يمكن الحاجه الوحيده، يمكن اعلى تقييم هو الجزيري، لانه هو اللي جاب الهدف. بصينا لفتوح اسوأ ما يمكن، 5 من 10 امبارح.
عمر جابر 5 من 10، لا شفنا لا دفاع ولا هجوم ولا اي حاجه. المسلوسي ما فيش. حسام عبد المجيد اسوأ، بديله 3 من 10. 3 مين؟ 1 من 10 امبارح. عواد بديله 5. لعيبه نادي الزمالك كلها امبارح سيئه جدا. حتى يا جماعه نتكلم، محمد شحاته ما كانش ده مستوى محمد شحاته خالص، نبيل عماد دونجا مش هو، لان التركيبه كانت تحس ان اللعيبه تايهه. اللعيبه يا جماعه ما كانتش بتلاقي نفسها، اللعيبه مش قادره تلعب جمل، مش قادره تعمل تحولات. نادي الزمالك امبارح ستر ربنا بالكره اللي جت. زيزو 1 على 1 ما فيش، بيجري غلط، ما حدش بيلعب معاه جبهات. لو بصينا كمان يا جماعه ما فيش حد امبارح نقدر نقول عليه عمل مباراه حلوه. لكن الحاجه الوحيده الحلوه يمكن الجول اللي جابه الجزيري، لا مش هنقول بيسهل. انت هتلاقي فرقه بتلعب منظمه، فرقه بتقف كويسه على الكوره، فرقه هتلعبك بدفاع بحت وهتلعب على المرتدات. انت قدامك بقى تلعب قدام جماهير طبعا استاد القاهره، المفروض تستغل دوت. واحد سهل انك انت تعملها، بس هل انت جاهز؟ لان انا بقول الجوميز ما كانش محضر، وعايز اقول هو العذر الوحيد لجوميز انه ما عندوش دكه بدلاء. مع احترامي اللي بيلعبوا بره دول كلهم ما ينزلوش، ولا ابراهيم انضاي ولا اي حد من اللعيبه اللي كانت بتلعب امبارح. نادي الزمالك سيء ودكه بدلاء سيء. يمكن القماشه اللي معاه مضطر يلعب بيها ده في الكونفدراليه، لكن الدوري يمكن عنده خيارات ثانيه كتير. المهم نتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراه العوده. المباراه مش سهله. المهم اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت.